قبل ما نبدأ الفيديو يا حبايبي لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لتوصلكم كل الأخبار الجديدة. ويلا نبلش. خطوبة لانا محمد والشامي تهز السوشيال ميديا. رغم انه من زمان واسم الشامي ولانا مرتبط ببعض عند الجمهور وكتير من الناس مقتنعة انه في علاقة حب بينهم، إلا إنه بالفترة الأخيرة صار في تفصيل صغير بس عمل ضجة كبيرة. فيا حبايبي الشامي فجأة بطل يعمل لايك على بوستات لانا محمد مثل ما كان متعود من قبل، وهالحركة ما مرت مرور الكرام وخلت المتابعين فورا يربطوا الموضوع بوجود خلاف أو زعل صار بينهم بعيد عن العلن. بس بنفس الوقت لانا بعدها عم تحضر حفلة الشامي وعم تكون متواجدة بشكل واضح وكأنه ما في شي صاير أصلاً. وهون يجي السؤال، لو فعلاً في خلاف بينهم ليش بعدها قريبة لهالدرجة وليش حضورها بعده مستمر؟ وهالتناقض الكبير يا حبايبي خلى كتير ناس تشك إنه الموضوع مو قطيعة أبداً، بس ممكن يكون حركة محسوبة لتخفيف التركيز الإعلامي عن علاقتهم. يعني يا حبايبي هذا معناته إنه الشامي عمل حركة ذكية وهي بطل يحط لايكات لانا محمد عشان الناس تنسى علاقتهم ويبطلوا يركزوا عليهم. يعني باختصار غياب اللايكات ما بيعني نهاية العلاقة، بل بالعكس هو محاولة لإبعاد الشبهات وحماية العلاقة من الحكي الزايد. في الفيديو الجاي رح خبركم تفاصيل وأسرار وتسريبات جديدة، عشان هيك حطوا لايك واشتركوا في القناة ليوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء، أشوفكم الفيديو الجاي.